انت ازاي مسمي نفسك ان انت فيديو اديتور وانت ما تعرفش اي اساسيات عن المنتجة ولا اي اساسيات؟ ده انا هقتلك. النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة كده مهمة جدا هتخليك تقول لنفسك من انا ماليش في التعديل، انا ملك التعديل. بتكلم عن كاب كات وكمان بالعربي عشان انت كده تحس يعني بالعبق كده. انت بتقول ايه؟ ما علينا. اول حاجة لازم تعرفها ان كاب كات ده مش بس بيعدل فيديوهات، ده بمثابة شيء صاحبك كده في السراء والضراء. مش بس هو طبعا صاحبك في السراء في الضراء، بس هو طبعا في الفيديوهات يعني مش في العلاقات الشخصية. فاهمني؟ طيب اول حاجة يا صاحبي، انت هتخش على موقع كاب كات الرسمي، انا هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وتدوس على زرار التحميل اللي انت شايفه ده، زي زرار اللايك والسبسكريبشن اللي انت ناسيه. ها بعد ما خلصت تحميل وتسطيب البرنامج تفتح كاب كات، هتلاقي واجهته اسهل من فهم نكتة سخيفة. يعني سهل جدا، سهل خالص. الواجهة بتاعته بسيطة جدا جدا جدا. بس يا وحش بقى. طيب بعد ما حملت البرنامج وابتديت ان انت تشغله، بتلاقي اول حاجة ظهرت لك اللي هي النافذة دي او المربع ده، بتلاقي حاجة اسمها كرييت بروجكت قدامك اهي، وضوح الشمس. يعني هتضغط عليها هتلاقي الايه الكاب كات كله ظهر قدامك. هتلاقي في زرار هنا بيقول لك دوس عليا ابوس ايدك، يعني يا ريت تدوس عليا. هتدوس عليه. هنا المكان اللي انت بتجيب منه الفيديو اللي انت عايز تعمل عليه فيديو اديتنج، تجيبه وتحطه جوه البرنامج. تمام؟ هنا بالظبط. تمام. هتبتدي ان انت تدور على الفيديو اللي انت عايزه، وطبعا لو ما لقيتوش يبقى انت اكيد مخبيه في حته او مخبيه في مكان، وطبعا كاب كات مش عارف يجيبه. فيا ريت ان انت تكون منظم، وان انت تحطه في فولدر لوحده، وتحاول ان انت تبقى راجل منظم عشان ما تتوهش. تمام؟ اوكي سير. هتلاقي مثلا فيديو ايا كان الفيديو اللي انت عايزه، هتعمل عليه كليك، هتقوم محمله هنا زي ما انت شايف كده. اتحمل هنا بالظبط. يعني اسمها يعني سميها زي ما تسميها، بس ده المكان اللي هو بتحط عليه البروجكتس بتاعتك او المشاريع اللي انت عايز تعملها، سواء كانت صور، فيديوهات، او موشن جرافيكس، او ايا كان بتحطهم هنا. ده اول حاجه انت بتعملها. وصلنا بقى للجزء المهم. انت دلوقتي عندك هنا قلنا المكان اللي انت بتحفظ فيه او الامبورت، المكان اللي انت بتخزن فيه الفيديوهات بتاعتك. نيجي بقى للتايم لاين. التايم لاين هنا مسؤول ان انت ممكن تقصقص منه الفيديو، او تعدل عليه، او تضيف عليه موسيقى، تضيف عليه مؤثرات صوتيه. تمام؟ زي ما انت شايف، انت ممكن تضغط الشورت كات بتاعها بي، وتبتدي ان انت زي ما انت شايف تقطع الفيديو زي ما انت عايز براحتك خالص. ممكن تقرب وتقطع زي ما انت عايز، او ان انت لو عايز ممكن هنا زي ما انت شايف الزرار اللي هو السبليت او الكنترول بي، يعني الشورت كات بتاعته. تمام؟ بتضغط كده اهو كنترول بي، بتلاقي الفيديو اتقسم لوحده نصين، وتبتدي ان انت تقطع الفيديو زي ما انت عايز، سواء ممكن تقطع الغلطات او تقطع المسافات اللي موجودة او الحتت اللي انت ساكت فيها او ايا كان. تمام؟ وهنا بتلاقي طبعا هنا اسمها ديليت ليفت. تمام؟ يعني الاختصارات بتاعتها كيو. يعني انا لو جيت دوست كيو اهو، هتلاقي ان هو على طول بيختصر لك المسافات. بس ده ديليت ليفت، يعني انت ممكن تقطع من الشمال زي ما انت شايف. لو انا عملت مثلا، جيت هنا عملت كده زي ما انت شايف بيقطع لوحده. وفي بقى العكس اللي هي الدبليو، او ان انت ممكن تضغط هنا عادي جدا، اللي هي بتقطع بقى الجزء اللي هناك زي ما انت شايف اهو. نعمل مثلا كده، هتلاقي قطع لك. انا بالنسبه لي انا بصراحه بحب اقطع عادي بالريزر تول العاديه اللي هي اختصارها بي. هتلاقي فيه كده علامه شفره، الشفره دي اللي انت تقطع بيها الفيديو. هنا بقى زرار اسمه الاندو. انت ممكن طبعا تعمل اندو، او ان انت ترجع الحاجات زي الاول عادي جدا. ممكن بقى سواء انت مثلا غلطت غلطه معينه او عملت حاجه معينه، فانت ممكن ان انت ترجعها من هنا. يعني انا مثلا قطعت الجزء ده، رحت مسح الجزء ده نفترض بالغلط، خلاص عايز ارجعه، اقوم ضغط الزرار يقوم مرجعه لي زي الاول بالظبط، جديد زي ما هو. وطبعا انت مش محتاج يعني تكون فان جوخ عشان تبقى راجل يعني بتعرف تتعامل مع الفيديو. تمام؟ انت ممكن بالاساسيات ممكن تعمل فيديو كويس جدا. وما طبعا انت لازم ما تنساش ان انت تختار الجودة اللي انت عايزها قبل ما تعمل الفيديو. حلو الكلام. طبعا انت لو عايز تعرضه على تلفزيون او عايز تعرضه على اليوتيوب مثلا،
مش هتعمل لي جودة تليفون، صح؟ في معلومة حلوة جدا انا محتاجة اوضحها لك، ازاي ان انت تعدل الريزولوشن او الوضوح بتاع الصورة او المساحات اللي احنا لسه شارحينها من غير قبل ما تعدل على الفيديو. بتلاقي هنا زرار اسمه موديفاي، تمام؟ بتضغط عليه، تمام؟ بعد كده بتلاقي حاجة اسمها اسبكت ريشيو، دي المساحات اللي انا لسه قايلها لك تحت. بتختار المساحة اللي انت عايزها. انا بالنسبة لي مثلا عايز 16:9 او 9:16 نفترض، اخترت دي، تمام؟ وتسمي الاسم اللي انت عايزه، سواء كان مثلا editing مثلا او سميه اللي انت عايزه. والفريم ريت عندك هنا موجود. في العادي انا بخليه يعني 30 فريم في الثانية، انت مش لازم تغير دول. بعد كده بتعمل سيف، بتلاقي ان هو اتسيف خلاص. بعد كده تجيب الفيديو اللي انت عايزه، بتلاقي ان هو عامل لك اللي انت عايزه بالظبط، او الفريم اللي انت عايزه. احنا دلوقتي عايزين فيديوهاتنا تبقى عاملة زي السحر كده، صح؟ في حاجة حلوة جدا في كاب كات وفي جميع انواع يعني الايديتنج سوفت وير، اللي هي الكي فريم. طيب ايه هي الكي فريم دي؟ الكي فريم دي او بالعربي اسمها اطارات المفاتيح، مش اللي بنفتح بيهم الباب، ها؟ لا، دي حاجة تانية خالص يعني، تمام؟ دلوقتي ايه هو الكي فريم؟ الكي فريم او تلاقي الزراير بتاعته هنا ايه، تمام؟ الكي فريم دي هي المسؤولة عن تحريك العناصر جوه الفيديو، سواء كان صور او فيديوهات او موشن جرافيكس جوه الفيديو. يعني هديكم مثال صغير جدا. انا عايز احرك مثلا الفيديو ده من يمين للشمال. هاجي هنا في الحتة اللي انا عايز اغيرها من يمين للشمال، انا افترض هنا مثلا، واقوم مغير، اقوم ضاغط مثلا على البوزيشن اللي هو يعني يا من يمين للشمال او من فوق لتحت، تمام؟ والعكس طبعا صحيح. فهتيجي هنا تضغط على العلامه دي، هتلاقي عامل لك زي نقطه كده في الفيديو بتاعك، تمام؟ هتمشي مثلا 10 فريمات افترض كده مثلا، خلاص، وتقوم ضاغط واحد تاني. خلاص، لو انا هرجع دلوقتي لورا، انا محتاج ابتدي قلت لك من يمين للشمال. دلوقتي عندك طريقتين، يا انت تدخل النسبه اللي انت عايزها، يعني مثلا لو اضغط 50 تلاقي الفيديو اتحرك لك شويه، لو انا عملته 1000 تلاقي برضو اتحرك ناحيه اليمين خالص. وممكن برضو ان انت تشد الفيديو بالماوس بتاعك كده ليمين، خلاص، وهتيجي اللي بعده هيبقى عادي. فلما تيجي تتفرج على الفيديو بتاعك هتلاقي شكله عامل كده. ده طبعا مثال، يعني انت طبعا لو عايز بقى تدخل موشن جرافيكس وحاجات زي كده، وطبعا بينطبق برضو على المزيكا، او لو عايز تحط مثلا ساوند افكت معين او ايا كان. دي وظيفة الكي فريم بشكل عام، هي تحريك العناصر جوه الفيديو بشكل عام في الفيديو. يعني دي حاجة مهمة جدا لازم تعرفها يعني. وطبعا يا ريت ان انت تخش على كاب كات وتجرب ورايا وكده تمشي ايدك في البرنامج، عشان ان انت تتمرن عليه، وان انت تفهم، تبقى راجل كده فيديو اديتور عالمي ان شاء الله. طيب دلوقتي انت عندك اول ما بتفتح الترانسفورم، السكيل دي معناها اللي هو صغير او كبير، او اللي هو اللي مسؤول ان انت تكبر الحاجات او تصغرها جوه الفيديو. بالنسبه للبوزيشن، الاكس اللي هو من يمين للشمال او الشمال ليمين زي ما انت شايف، الواي اللي هو من فوق لتحت، تمام؟ ده الواي. بالنسبه للروتيشن اللي هو التدويره، او ان انت يعني عايز تدور الفيديو، زي ما انت شايف هو حاطط لك هنا زي يعني كوره كده، وفيها ممكن تعمله كده وزي ما انت شايف تشده، تمام؟ او ان انت برضو تحط اللي انت عايزه هنا، او التدويره اللي انت عايزها، يعني مثلا 360 درجه، او نفترض 180، بلاش 360 دي، تمام؟ هتلاقي ان الفيديو اتقلب من فوق لتحت، تمام. وكاب كات عندهم بريسيتس زي دي، الفيديو على اليمين اللي هي اونلاين سنتر، دي في العادي بستخدمها مع التكستات. يعني انت لو حاطط تكست جوه، تمام، في العادي يعني ان انا بعملها زي كده بالظبط. يعني افترض انا جبت تكست شديته، تمام، انا كتبت اي حاجه، كتبت مثلا عاصم، حلو، هتلاقي هنا الاونلاين ده حلو جدا. انت ممكن تظبطه على الشمال، او تظبطه في النص، او تظبطه الشمال او تحت او فوق، تمام؟ ده طبعا في العادي يعني الناس كلها بتستخدمه في ان هي تظبط التكست في النص بالظبط. فمين بقى صاحبي كان يتخيل ان الكي فريمز بتعمل كل الكلام ده؟ والله العظيم ما تنساش يا صديقي ان انت لازم الممارسة
هي اللي هتخليك كويس في الفيديو اديتنج. لازم تمارس ولازم اللي انا بقوله يا ريت تخش على كاب كات وتبتدي ان انت تشتغل ورايا عليه، ان هو ده اللي هيطورك. وما تخافش ان انت تغلط، ان الغلط ده هو اللي هيعلمك وهو اللي هيخليك استاذ في الايديتنج. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا ريت ما تنساش تشاركني بتجاربك واللي انت عملته، ويا ريت ان انت تشتغل على اللي احنا عملناه ده وتتمرن ايدك كده معايا وتنزل البرنامج. وما تنساش تشترك وتعمل لي لايك على القناة اللي يوصل لك اي جديد. سلام عليكم.